دايما بنقول أن اللعب في أوروبا مختلف وإن في فروق كبيرة جدا ما بين اللعب في أوروبا واللعب في مصر والوطن العربي. وفي الحقيقة الفروق اللي بنتكلم عليها بنلخصها في كلمة واحدة، وهي العقلية. العقلية هي الأساس. مهما كانت مهاراتك وقوتك وسرعتك وما عندكش عقلية تدير المهارات اللي عندك، هتبقى النتيجة عادية وهتبقى لاعب لا يذكره التاريخ، وهتبقى لاعب زي أي لاعب آخر. ومثال اللاعب محمد صلاح، لما اتعرض على نادي الزمالك واترفض وبعدها راح بازل من نادي المقاولين العرب، وكان عنده عقلية تديره وتمشيه في الطريق السليم، وإن هدفها طموح أعلى من بازل، ولعب في أندية كبيرة جدا في أوروبا ومنهم تشيلسي، وكان غير موفق وراح بعدها نادي روما وتألق موسمين وبعدها راح ليفربول في 2017. عقلية محمد صلاح مفيش فيها اللبس الحلو واركب عربية وادخل اي مكان في مصر يتعمل لي تعظيم سلام وابقى عايش ارن في بلدي. نيجي بقى لاخر لاعب محترف مصري، اللاعب امام عاشور، وهو من مواليد 1998. بدأ مشواره مع نادي غزل المحلة، بعدها راح حرس الحدود وانتقل من الحرس الى نادي الزمالك، وبعد اداء عالمي في نادي الزمالك والانضمام لمنتخب مصر احترف في الدوري الدنماركي لنادي ميتيلاند الدنماركي. وحاليا العقلية تسيطر على إمام عاشور. هيرجع يلعب في مصر تاني بعد احتراف أقل من 6 شهور، بعد ما الجمهور المصري قال إن إمام عاشور هيتألق في مشواره الاحترافي، وهنشوف نسخة احترافية من اللاعب محمد صلاح، بس العقلية تحكم. اللاعب إمام عاشور هيرجع الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز، وكلام كتير على السوشيال ميديا، وإمام عاشور لحد الآن ما طلعش نفى الكلام ده. وكل يوم بعد يوم بنكتشف ان العقلية المصرية ما عندهاش الاحتراف في كرة القدم. دايما يتفوق السهرة الحلوة في مصر والخروجة الجميلة والناس تشاور اللاعب راح اللاعب جه، ويقعد وسط اهله واصحابه وشكرا.